اليوم احتياط الصرف نتاعنا فات 60 مليار دولار. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصرح على أن عائدات البترول فاقت 60 مليار دولار، ولا يتأسف على مأساة العثور على جثة أستاذة جامعية في الشارع بعنابة ماتت من شدة البرد. الشروق نيوز تعلق على هذه المأساة وتستنكر لما يحصل بمدينة عنابة بعدما ضربتها موجة من البرد مؤخرا جد قاسية. بلاد البترول والطاقة لا يجد شعبها التدفئة والمأوى والماء الساخن للحفاظ على أرواح المواطنين الذين يبيتون في العراء في الشارع، في حين دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول تتهافت على الجزائر للحصول على الطاقة وتدفئة مواطنيها. لحد الآن لم يفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه القضية وتنوير الرأي العام وربط المحاسبة بالمسؤولية، خصوصا بعد ظهور تقصير من السلطات المحلية بعد زيارة مفاجئة لبعض الولاة في بعض المدن الجزائرية للتأكد من توفير تدفئة وماء ساخن للمواطنين بدون مأوى. الرئيس عبد المجيد تبون تحدث بلا هوادة على البوليزاريو والمغرب ونسي أبناء شعبه الذين يموتون في الشارع من البرد.